حولنا في العراق على أبواب حرب طائفية ساحقة ماحقة تتنامى وتتصاعد نيرانها يؤججها اليهود وأولياؤهم حتى يحولوا أرض العراق أكبر معترك لما يسمونه زورا وبهتانا بالإرهاب. يهيئونها لتكون معتركا دوليا عالميا لما يسمونه بالإرهاب. يريدون أن يفتحوا الحدود على وجبات وفترات تستوعب المجاهدين في الأرض من أمة محمد، ثم يغلقون الحدود ليحرقوهم في محارق بشرية، فيصرف الناس عن الجهاد في القدس والأقصى ليتمكن يهود من تأمين دولتهم والتقاط أنفاسهم بعد أن دوختهم الانتفاضة إلى هذه الساعة. يريدون أن يشعلوها بين الفلسطينيين حربا أهلية وفي العراق حربا طائفية حتى يتفرقوا لإنجاز الخارطة الكبرى بين النيل والفرات. أبارزة الحرب من اليهود يفعلون هذا، ومن هنا من منبر الدفاع عن الأقصى أنادي أهل العراق وأهل فلسطين: لا تقعوا بالفخ الموسادي الصهيوني، فإن وقعتم في فك الطائفية والتناحر فقد وفرتم على أعدائكم دماءهم وأموالهم، وسيتركون أيديهم فرحا بما يصنعون. ستقومون أنتم بتنفيذ خارطة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات بدمائكم وأرواحكم وأموالكم وأمنكم. الحذر الحذر عباد الله، سيصعدون الفتنة، سيتنادون فيما بينهم حتى يلتحم أهل السنة وأهل الشيعة تحت شعار حرب الوهابية والقضاء على الإرهاب. ويوم أن تقع الأمة في هذا الفخ ستقع في فتنة عظيمة تأكل الأخضر واليابس، ثم في نهايتها يتم التطهير العرقي لمن يتبقى من العرب ولمن يتبقى من أهل فلسطين، وويل للعرب من شر قد اقترب.